زي ما متعودين على طول بنجيب المشروب بتاعنا ونبدأ نقعد نخطط للشهر. الساعة دي او النص ساعة اللي هتقعدي ان انتي تخططي فيها للشهر بتاعك، اعتبريها كده وقت بتقدميه لنفسك، وقت بتقدميه لروحك ولحياتك ولانك تتطوري وتكوني احسن، لان التخطيط هيساعدك وهيفرق معاكي بشكل كبير قوي. حبيت المرة دي الفيديو بتاعنا هيكون فيديو عملي، وانا قاعدة كده بخطط. خليني اتكلم معاكم عن الخطة وعن التخطيط بتاع شهر 10. زي ما متفقين عندنا خطوات اساسية بنعملها كل شهر، والخطوات دي بتكون ثابتة معانا في كل تخطيط لأي فترات ولأي ايام جديدة عايزين نخطط لها. الفيديو اللي فات اتكلمت معاكم عن اخر 3 شهور في السنة، فمهم قوي قوي انكم تشوفوه عشان تعرفوا ان انتوا تبدأوا تخططوا لشهر 10 بشكل صح، عشان شهر 10 هيكون من ضمن اخر 3 شهور، واحنا محتاجين ان احنا نستغلهم صح ونعوض فيهم. الصفحة او الورقة الاساسية معايا في كل شهر دي اكتر صفحة او اهم صفحة بالنسبة لي في التخطيط بتاعي، لان دي اللي بفرغ فيها كل حاجة انا عايزة اعملها، واللي بفرغ فيها خطواتي بشكل مفصل. اول خطوة اساسية ودايما معانا وهي مراجعة الشهر اللي فات. رجعت معاكم تخطيطي لشهر 9، ورجعت معاكم الاهداف بتاعتي اللي انجزته، بقول الحمد لله وبعمل عليه علامة صح، وببدأ ادور على هدف جديد او اختار هدف يكمل لي الخطوة او الهدف اللي انا حققته الشهر اللي فات عشان يساعدوني احقق الهدف السنوي بتاعي او الهدف بتاع الفترة اللي انا بخطط ليها. لو في هدف ما كملتوش او هدف ما انجزتهوش او ما خلصتهوش لسه بيكمل معايا الشهر الجديد. وبرضو في اهداف بقول خلاص الهدف ده مش هينفع يكمل معايا فبستبعده خالص وما باخدهوش، بس الاهداف اللي بكون عايزة اكمل عليها او الاهداف اللي بكون فعلا محتاجة ان انا انجزها واكملها فباخدها معايا للشهر الجديد. زي ما خططنا مع بعض لشهر 9، لو رجعتوا الفيديو هتعرفوا ان انا بدأت التخطيط بتاعي في شهر 9 بشكل متأخر شويتين 3، فمخططتلهوش يعني بوضوح او مخططتلهوش بخطوات من اول الشهر لاخر الشهر، لا انا خططت كده في نص الشهر تقريبا. فهنراجع الفترة دي بقى باستخدام الحاجتين اللي انا قلت لكم عليهم في برضو الفيديو الاخير، مهم قوي قوي انكم تروحوا تشوفوه، وهما التحديات والانجازات. اهم حاجتين نركز عليهم التقييم بتاعنا، نعرف التحديات اللي مرينا بيها والانجازات اللي حققناها. اول تحدي كان بالنسبه لي في شهر 9 وهو ان كان في قرارات كتير محتاجه ان انا اخدها، فللاسف القرارات دي برضو كانت معطلاني لفتره، وهي اصلا اللي اخرتني في التخطيط لشهر 9. تاني تحدي كان بالنسبه لي، لو متابعيني على الانستجرام او تيك توك هتعرفوا ان انا جالي خبر وحش في نص الشهر كده، ان انا ما اتقبلتش في الماجستير. فللاسف للاسف للاسف ده كان خبر بجد كان صعب جدا عليا، بس انا مبسوطه من طريقه تصرفي معاه. وتالت تحدي بقى كان السفر لان انا سافرت كده كام يوم في الشهر، فطبعا السفر عطلني عن التخطيط وعطلني عن العادات بتاعتي في كام وقت كده ضاعوا من الشهر، بس يعني كان كان كويس قوي لاني حققت فيه انجازات كتيره هنعرفها مع بعض دلوقتي. اول انجاز كان بالنسبه لي هو اني قرات كتابين في شهر واحد. اول كتاب كان كتاب متعه ان تكون في العشرين، وتاني كتاب كان فن التركيز والانجاز، وبجد الكتاب ده تحفه، والكتابين فعلا حلوين جدا جدا ومفيدين قوي. تاني انجاز وهو اني التزمت بعادتين مهمين قوي قوي عندي، منهم عاده كنت بحاول التزم بيها من بدري قوي وهي الصحيان بدري. تاني عاده رجعت لها وهي عاده الورد اليومي، برضو كنت قطعت العاده دي فتره والحمد لله مبسوطه قوي ان انا رجعت لها من تاني. واخر انجاز بقى وهو اني بدات في حاجات انا كنت مأجلاها بقالي كتير قوي، سواء بقى كان في سلسله محتوى عايزه اعملها مأجلاها من بدري قوي، كان في كورسات عايزه ابدا فيها برضو كنت مأجلاها من بدري قوي، بس الحمد لله انا خدت خطوات وبدات في كل الحاجات دي. تاني خطوه بقى في التخطيط بتاعنا وهي الاولويات دي هي اللي بنحدد على اساسها ادائنا في الشهر ده هيكون عامل ازاي، وبنحط على اساسها الاهداف، وبنبني التخطيط بتاعنا على اساس الاولويات بتاعتنا اللي احنا حابين ان احنا نشتغل عليها خلال الشهر ده. الاولويات دي لازم تحددوها بينكم وبين نفسكم مع نفسكم لانها مختلفه من الشخص للتاني. اما بقى بالنسبه لاولوياتي لشهر 10، اول اولويه بالنسبه لي وهي المحتوى. ليه فكره المحتوى؟ مش بس ان انا انزل فيديوهات كتير او يعني انزل حاجات مختلفه ومتنوعه، لا انا حابه ان انا اشتغل على محتوى مفيد فعليا. تاني اولويه بالنسبه لي وهي الماجستير. زي ما انتوا عارفين انا مستنيه قرار برضو قبولي او عدم قبولي، بس دولي ان شاء الله ان انا اتقبل في نص الشهر هيجيلي القرار ده. انا عارفه ان الدراسه بدات وان خلاص الماجستير بدا، بس يعني القرار لسه، يعني قالوا لي استني شويه، فدعواتكم. ثالث اولويه بالنسبه لي بقى وهي العادات الصباحيه والروتين الصباحي.
بما اني ببني لنفسي روتين جديد فبدخل عادات جديدة في الروتين بتاعي. عشان كده مش هشارك معاكم النهاردة عادات جديدة يعني، او مش هشارك معاكم اصلا العادات اللي انا عايزة التزم بيها الشهر ده، لاني لسه بحط عادات جديدة وعايزة اشوف العادات دي هيبقى ليها اثر ايجابي فعلا اكلمكم عنها ولا لا. فساعدوني يعني انكم ما تركزوش مع عاداتي الشهر ده، ونبقى نشاركها معاكم الشهر الجاي ان شاء الله. بس على الانستجرام شاركت معاكم اهم عادتين حابه ان انا اشتغل عليهم الشهر ده. هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، وهي خطوه المواعيد. خطوه المواعيد دي مهمه قوي قوي ان احنا نكون محددينها من اول الشهر، عشان لو جات لنا اي حاجات جديده في خلال الشهر نبقى عارفين احنا ورانا ايه وكل حاجه ميعادها امتى. لو انا مثلا عارفه ان انا عندي درس يوم الحد بقى طول الشهر، فمثلا جه يوم الحد ده مثلا يوم 24/10 كمثال يعني، فابقى عارفه لو انا جاتلي اي حاجه يوم 24/10 اعرف هل هعرف ان انا اروح الحاجه دي او هعرف ان انا اعمل الحاجه دي ولا لا. فيقول يا اما اعتذر او اقول لا مش هينفع ومش هتبقى مناسبه معايا لاني مشغوله في اليوم ده. واخر خطوه بقى استبدلتها بخطوه العادات. انا دايما معاكم في كل تخطيط بنكتب العادات، بس انا بما اني مش هحطها معاكم الشهر ده فانا حطيت خطوه الاضافات. الخطوه دي يعني ايه؟ يعني الاضافات بتاعتي ان انا محتاجه ان الخطه تكون مرنه. زي ما قلت لكم ان انا قرار قبولي في الماجستير هيجيلي في اي وقت خلال الشهر، فمحتاجه ان تكون الخطه بتاعتي مرنه، وان اهدافي وكل حاجه انا حطاها في الشهر ده تكون بتساعدني او هتساعدني مع اللخبطه اللي ممكن تحصل، او انها تكون مناسبه معايا لو انا غيرت النظام بتاعي او غيرت الروتين بتاعي او مثلا دخل لي اهداف جديده. محتاجه ان تكون الخطه بتاعتي والاهداف بتاعتي مرنه عشان اقدر اواكب التغييرات اللي ممكن تحصل دي وتكون مناسبه معاها، ما احسش بلخبطه فابعد عن التخطيط وما التزمش بالاهداف بتاعتي. لا، انا عايزه الخطه بتاعتي تكون مرنه. فعشان كده حطيت لنفسي اهداف بسيطه، مش اهداف كبيره قوي ومش اهداف كتيره قوي، عشان ما اضغطش نفسي خلال الشهر. فبالنسبه بقى لاهدافي للشهر ده والخطوه الاهداف، انا حطيت لنفسي 3 اهداف اساسيه. ما حبيتش ان انا اكتر زي ما قلت لكم، عشان عايزه الخطه بتاعتي تكون مرنه ما يبقاش فيها ضغط عليا، واقدر ان انا التزم بيها برضو لو حصل لي اي تغييرات. وانا كده حددت برضو اهم 3 اهداف بالنسبه لي محتاجه اركز عليهم، فما مريتش الدنيا بقى باهداف كتير. اول هدف عندي وهو قراءه كتاب جديد. زي ما قلت لكم ان انا خلصت كتابين، فانا اخترت كتاب جديد هوريه لكم دلوقتي. اخترت كتاب معدة المعجزات، ده زي ما تقولوا الجزء الثاني لكتاب معجزة الصباح او التكملة لكتاب معجزة الصباح. انا بدأت قراية فيه صراحة يعني، فالكتاب ده بجد انا حاسة انه هيفيدني بشكل كبير قوي، فانا متحمسة له، وهو ده هيكون كتاب شهر 10. تاني هدف عندي وهو اني التزم بتنزيل عدد معين من الفيديوهات على يوتيوب او تصوير عدد معين من الفيديوهات. ما حددتش لنفسي عدد كبير من الفيديوهات، فاللي هو انا اعمل اي حاجه وخلاص، وبرده ما قلتش لا خلاص بقى زي ما تيجي تيجي، فاللي هو اكسل او ما صورش او كده، لان زي ما قلت لكم المحتوى اولويه بالنسبه لي الشهر ده. فحددت لنفسي كده عدد فيديوهات متوسط اقدر ان انا التزم بيه، وبالتالي اقدر ان انا اشتغل على المحتوى اللي اقدمه فيه بشكل كويس. تالت هدف عندي وهو اني بدأت في كورس ليه 3 مستويات. عايزة اخلص ال3 مستويات دول عشان اشوف لو انا فعلا استفدت من الكورس ده اقدر ان انا ارشحه لكم. الكورس ده يعني المحاضرات بتاعته مش كبيرة وبتخلص بسرعة، فانا لو قعدت يعني مجرد نص ساعة في اليوم هقدر انا انجز فيه بشكل كبير قوي. فعشان كده ما قلتش بقى 100 كورس او كده، لا، انا الكورس ده بالذات اللي عايزة اركز عليه الشهر ده. برضو من الحاجات الجديدة اللي عايزة اضيفها للروتين بتاعي وهي التعلم، فعشان كده قلت بقى ان انا احط لنفسي هدف ليه علاقة بالتعلم عشان يفرق معايا واقدر ان انا اضيفه في اليوم بتاعي. وبكده يكون تخطيطنا لشهر 10 خلص. يا رب ان يكون الفيديو افادكم ويكون عجبكم واستمتعتم بيه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.